السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي وحبايب قلبي. تعرف ليه ربنا سبحانه وتعالى حرم اكل لحم الخنزير على المسلمين؟ صلي على النبي وتعالى اما اقول. الخنزير نوع من انواع الثدييات، والخنزير من انتن واكثر الكائنات في العالم، والخنزير ممكن ياكل اي حاجة ممكن تتخيلها زي الزبالة والجثث الميتة، لا وكمان بياكل اولاده الصغيرين، وكل الزبالة والسموم دي ما بيقدرش ان هو يتخلص منها خالص. يعني بالعربي كده جسمه عامل زي السفنجة بالظبط، بسبب ان هو ما عندوش اي مخرج لاخراج العرق والسموم اللي بيبقى في جسمه، وعمال يسحب سموم كتيرة جدا. ده غير كمان اللي هو موجود في جسمه اكتر من 20 نوع من الديدان المختلفة، واللي بتأذي الانسان بشكل كبير جدا بعد ما بياكل منه. طب ليه في اوروبا بياكلوا لحم الخنزير لحد دلوقتي مع ان هم عارفين ان هو مضر جدا بالصحة؟ والسبب ان مصدر كبير لتوفير الفلوس، لانه بياكل اي حاجة وبيولد كتير جدا، مع ان ابحاث كتير قالت عليه انه ممكن يسبب المرض وكمان الموت. وتأكد ان مفيش حاجة ربنا سبحانه وتعالى حرمها ممكن تفيد الانسان. ونحمد ربنا سبحانه وتعالى على نعمة الاسلام. ولو انت وصلت معايا بالفيديو لحد هنا، يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمني بلايك وتشترك في القناة عشان يصلك كل جديد. سلام عليكم.